السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أحمد السباعي ولا الصحافة المغربية ولا المطبلون والمؤيدون للاجع نشروا هذا الكلام. هي صحيفة ماركا الإسبانية المرموقة العريقة، وصحيفة ماركا لم تنسب الموضوع إلى تقارير إعلامية ولا تقول نقلا عن، بل استضافت خبيرا قانونيا قرويا معتمدا من الطاس، وهو كان أو رافع في أكثر من قضية قانونية نظرت أمام الطاس، وخاصة قدمت من قبل الفيفا والكاف. ماذا يقول رومان بزيني لصحيفة الماركا؟ يقول إن الشكوى التي من المفترض أن تقدمها السنغال إلى الطاس حظوظها قليلة جدا في أن تقبلها الطاس. لماذا؟ لأن بحسب بزيني الطاس تتعامل مع مواد قانونية، والمادتان القانونيتان اللتان ستعتمد عليهما الطاس هما المادتان رقم 82 و 84 من اللوائح والنظم الداخلية للكاف، والتي تقول أن مجرد انسحاب اللاعبين من المباراة يعني إنهاء المباراة وخسارتها ب3 أهداف نظيفة. يضيف بزيني أن السنغال قد تعتمد على روح هاتين المادتين، وتقول أن الفريق لم ينسحب بشكل دائم بل انسحب وعاد. يشرح بزيني أن العدد القانوني لاستكمال المباراة بالنسبة لأي فريق هو 7 لاعبين، ومن تبقى في الملعب بالنسبة للسنغال كانوا 3 لاعبين، أي أن هناك انسحاب كامل للفريق. بالخلاصة بزيني يقول إن حظوظ السنغال في الطاس شبه معدومة، وأن اللقب سيذهب إلى المغرب